في بداية الفيلم بنشوف زوجين في عربيتهم بيضحكوا وبيتكلموا بحماس عن بيتهم الجديد. لما وصلوا كيت بتكلم امها في التليفون وبتقول لها انهم وصلوا. كيت بتسالها اسئله كتير بتضايق امها. بعد كده كيت قفلت التليفون وهي زعلانه شويه. ميت بيقول لها ان كل حاجه هتبقى تمام وبيطمنها ان كل حاجه هتبقى كويسه في البيت الجديد. بعد كده بنشوفهم بيفكوا الشنط وبينقلوا الحاجات وبيهزروا وبيستمتعوا. ميت بيظبط الاستوديو بتاعه وبيحطوا قماشه بيضه جاهزه للرسم لما بيسمع صوت في الممر. كيت بدات تفك الاثاث اللي سابه اصحاب البيت القديم في كوما في الممر. ميت طلع من الاستوديو وقال انه كان ناوي يعمل كده، لكن كيت قالت له انه لما يبدا رسم هينسى كل حاجه تانية. ميت بيعمل زي العيال الصغيره، فكيت بتعذره على انه جرح مشاعره. وهم بيستمروا في فك الشنط، كيت في المطبخ بتفتح الصناديق اللي فيها كاساتهم. كيت دخلت الدولاب ولقت فيه طير ميت، وفي نفس الوقت ميت بيفك الكومه اللي فيها الحاجات القديمه وبيرميها بره من الشباك. فجاه لقى مفتاح قديم شكله غريب، وكيت بره بتدفن الطير لما ميت رمى قطعه اثاث وخضها. بعد شويه كيت بتجهز الاستوديو بتاعها، وميت اخيرا وصل للحيطه اللي كانت ورا الكومه. لقى فيها باب فيه فتحه للمفتاح شكلها مناسبه للمفتاح القديم اللي لقاه جدا. فطلع المفتاح من الزباله. ميت فتح الباب ونادى كيت تيجي معاه. فتحوا الباب اللي كان تقيل جدا ولقوا غرفه فاضيه جوه. لما كيت دخلت الانوار اللي في البيت بدات تترج. ميت راح يتصل بشركه الكهرباء، ولما ميت خرجت من الغرفه النور استقر تاني. وبالليل وهم قاعدين يشربوا قدام الدفايه كيت بتهزر معاه على انه اتولد في المدينه وكان متدلع ومش هيعرف يهتم بالبيت الجديد. وتاني يوم هما الاتنين في استوديو ميت، وكيت بتقول له انه بس يبدا الخطوه الاولى في الرسم. بعد كده التليفون رن فسالها عن خططهم للبيت. كيت بعد كده ردت على مكالمه من عميل عاوز ترجمه عايزها تخلصها بسرعه لان كيت كانت بتشتغل مترجمه. وفي نفس الوقت ميت دخل الغرفه تاني، وفجاه كيت صرخت وراه ان الراجل بتاع شركه الكهرباء وصل. ميت اخذ الراجل للبدروم يشوفوا التوصيلات الكهربائيه. الراجل اتصدم من اللي شافه هناك وقال انها قديمه جدا. هو شك ان الاسلاك هي السبب في انقطاع الكهرباء، لكن هو ما شافش حاجه زي دي قبل كده. الراجل من الشركه ما عرفش يعمل حاجه وجهز نفسه علشان يمشي، وقال لميت معلومه عن البيت هو ما كانش يعرفها قبل كده. قال له ان اصحاب البيت السابقين اتقتلوا في البيت ده. كمان قال لميت انه هيحاول يقدر تكلفه توصيل الاسلاك في اقرب وقت. ميت على طول دور على المعلومه دي على الانترنت ولقى انه الزوجين اللي عاشوا في البيت قبل كده اتقتلوا بطريقه وحشيه، والصحافه سمتهم بيت الدم. في نفس الوقت كيت بتشتغل على الترجمه، وميت اكتشف ان الشرطه كان عندها مشتبه فيه في القتل لكن هويته مجهوله. ميت حط غطا على كيت وهي نايمه في الاستوديو بتاعها، وبعدين رسم بورتريه للمشتبه فيه وهو بيشرب خمره كتير. ميت دخل الغرفه وشرب باقي الازازه، وبعدين لقى نفسه محتاج ازازه تانية. الانوار بدات ترعش تاني قدامه، والليل عدى والانوار فضلت ترعش لحد ما صحت كيت من النوم. كيت دخلت الغرفه ولقيتها مليانه حاجات غريبه. ميت وراها لوحات اصليه لفان جوخ وسيزان. كيت فكرت انه اتجنن، فميت قال لها تطلب اي حاجه هي عايزاها. كيت قالت له انها عايزه $1000. الانوار اترجت تاني، وميت دور على الفلوس في الغرفه ولما لقاها وراها لكيت. كيت فكرت ان الفلوس دي مزيفه، فميت قال لها تطلب اكتر فطلبت $1,000,000. كيت عملت كده والكهرباء اتقطعت لثواني، ولما رجعت لقيت الفلوس اتجسدت في الغرفه $1,000,000. كيت خافت وقالت ان عندها احساس وحش، بس ميت اقنعها انها ما تاخدش الموضوع بجد وتستمتع. هما بداوا يطلبوا حاجات زي الشمبانيا وفلوس اكتر. وبعد شويه ميت ملا حيطه الاستوديو بتاعه بلوحات فنيه اصليه، وكيت قالت له انها سابت شغلها. الاتنين استمتعوا بكل حاجه ممكن يطلبوها، وفي لحظه ميت رمى على كيت الماظ. بعد كده وهم في السرير كيت لسه بتسال ازاي الغرفه دي بتعمل كده. ميت قال لها مش مهم، المهم انهم بس يستخدموها. لكن كيت كانت شاكه في اللي ممكن يحصل، وفي نفس الوقت هم لسه بيطلبوا حاجات اكتر زي بدل فضاء وبيستمتعوا بيها، وخلوا الاقامه في البيت زي حفله مستمره ما بتخلصش. هم بس بيطلبوا والغرفه بتنفذ كل اللي هم عايزينه. وبعد فتره كيت شافت نتيجة الأيام المجنونة اللي قضوها دي، وميت صحي على بيت فوضوي ومشوش. لقى كيت بره على المرجيحة وسألها فين القلادة اللي طلبتها. كيت ردت إنها كانت وهمية وإنها ممكن تطلب واحدة ثانية. الغرفة بدأت تأثر على كيت. بعد كده ميت عنده حاجة عاوز يوريها لكيت، أخدها الغرفة جهزها علشان تبقى أوضة أطفال. لما كيت فتحت عينيها ما كانتش مبسوطة خالص، فميت قال لها إنهم لازم يجربوا تاني لأن مفيش حاجة غلط فيهم. كيت ما كانتش عاوزة تجرب تاني لأنها فقدت طفلين قبل كده قبل ما يتولدوا. ميت أصر، لكن كيت ما كانتش مقتنعة. هو راح وراها بره ولقاها بتدخن، وبعدين سابها وراح يمشي. كيت لوحدها دلوقتي في البيت، فراحت الأوضة تاني. أنوار الأوضة بدأت تترج، وميت رجع البيت ولقى كيت في أوضتهم معاها بيبي. هو اتفزع، فكر إنها سرقت بيبي حد، وبعدين فهم إنها طلبته من الغرفة. كيت قالت له إن مفيش طريقة تانية وإنها أخدت الطريق المختصر. ميت قال لها إنهم ما يقدروش يبقوا معاه وإنها لازم ترجع له الغرفة لأن ده غلط. الاتنين دخلوا الغرفة، وكيت كانت ماسكة البيبي ومش عارفة تقول إيه لما البيبي عيط، وميت قال لها تقول إنها عاوزة تتخلص منه. كيت ما كانتش قادرة تعمل كده فأعطت البيبي لميت. ميت وهو بيبص على البيبي وماسكه فهم إنه ما يقدرش يعمل كده هو كمان. رجع البيبي لكيت وجري بره، وبالليل البيبي عيط وكيت قالت لجوزها يروح له الغرفة يطلب لبن. هو جابه، ولما رجع لقى كيت بترضع البيبي. الاتنين ما فهموش ازاي ده حصل. وتاني يوم ميت وهو بيسمع كيت مع البيبي في الأوضة التانية فكر في جون دو
اللي قتل اصحاب البيت السابقين ودور عليه على الانترنت. الراجل ده اتسجن في مستشفى للامراض العقليه. ميت اخد شويه فلوس وساب البيت علشان يدور عليه ويلاقيه. لما وصل المستشفى وسال الممرضه انه يتكلم معاه، هي قالت له ان الزيارات الوحيده اللي اخدها في 45 سنه كانت من الصحفيين. هو كذب وقال انه صحفي علشان يقدر يتكلم معاه. جون دو على طول عرف انه مش صحفي. ميت قال له الحقيقه من غير تردد. الراجل دعاه يقعد على الترابيزه وقال له انه كان مستنيه من زمان. هو سال ميت اذا كان بيحب البيت وكل اللي فيه، لكن ميت بس كان عاوز يعرف ليه قتل الناس دي. الراجل قال ان مفيش طريقه تانية وانهم لازم يسيبوا البيت وينسوا الغرفه قبل ما يبقى الوقت متاخر، لكنه كان عارف انهم مش هيعملوا كده لانه شاف ان ناس زي ميت طماعين وشريهين طول حياتهم وما بيشبعوش. هو شاف نفسه مختلف عنهم بطريقه ميت ما يقدرش يتخيلها. بعد كده ميت في محطه بنزين وسالوه يدفع الحساب، لكن لما مد ايده في جيب البنطلون لقى فيه تراب وبس. رجع البيت بسرعه واخد فلوس تانية، وبعدين شافهم بيتحولوا لتراب قدام عينيه. بعد كده ميت حط لوحه لفان جوخ على حافه عتبه الباب. الجزء اللي بره البيت من اللوحه اتدمر بسرعه وتحول لتراب. ميت جاب الجزء اللي باقي من اللوحه للاستوديو بتاعه. وفي نفس الوقت كيت بتغير للبيبي لما الانوار بدات تترج تاني. كيت اخدت البيبي ولقت ميت في الغرفه بيحطم الحيطان علشان يفهم ازاي الغرفه دي بتشتغل. الحال اتقلب بين الاتنين. كيت استسلمت انها ما تعرفش ازاي الغرفه دي بتشتغل ورضيت بالبيبي، لكن ميت كان لازم يعرف. هو لقى اسلاك غريبه ورا الحيطان، وبعدين هدم الحيطان والارضيات في البيت ولقى نفس الحاجه، ولقى لوحات غريبه. وفي نفس الوقت كيت كانت عاوزه تطلع بالبيبي علشان يشموا شويه هوا، لكن ميت وقفها وسالها تثق فيه انها ما تطلعش بره ابدا. كيت ما فهمتش قصده فطلعت وهو استناها على الباب. لما طلعت بدات حاجات تحصل للبيبي وكيت اتفزعت ونادت لميت. البيبي كبر بسرعه وميت اخده ودخله البيت. الاتنين بصوا على البيبي اللي كان بقى ولد دلوقتي بنظرة قلق ومش مصدقين. بعد كده كيت بتدي الولد حمام، وبعدين راحت مع ميت وسألته ايه اللي بيحصل. ميت قال لها عن جون دو، وبعدين قال ان الغرفة بتعمل حاجات زي طبعة ثلاثية الابعاد بشرط انهم ما ياخدوش الحاجات دي بره البيت. كيت اتصدمت انه بيقول على البيبي حاجة، لكن هو قال لها ايوه ان هو حاجة بس من لحم ودم. الولد انضم ليهم وكيت راحت له وقالت له ان كل حاجة هتبقى كويسة. هم سموا الولد شان. وبعد كده كيت بتدرس لشان. هي قالت كلمة تخييم وقالت له ايه معناه، يعني كامبينج، فقال انه عاوز يروح كامبينج. كيت قالت له انه مريض جدا علشان يروح التخييم زي ما هو مريض جدا علشان يفتح الباب. هي قالت له ان البيت بيحميه، لكن شان اصر انه يروح يعمل تخييم. الولد اتعصب ان مفيش حاجه حصلت زي ما هو عاوز، فدق الباب عليها لما راحت تاخد حاجه بره اوضته. وتاني يوم الولد باصص من الشباك بحزن، وبعدين راح ياكل الفطار مع امه. وصلت حاجه وهو عاوز ياخدها، لكن كيت قالت له يقعد وهي راحت تاخدها بره وقفلت الباب وراها. الحاجه دي كانت لميت وهي حطتها قدام باب الاستوديو بتاعه. هو اخدها وفتحها ولقى فيها مسدس. ميت بره بيتمرن على الرمايه والولد بيشوفه من الشباك. وفي نفس الوقت كيت بتضيع وقتها مع الولد وبتعزف على البيانو. شان راح وراها وقدر يوصل للباب من غير ما كيت تحس ومد ايده. لما كيت حست بيه سحبته جوه البيت على طول وشافت اذا كان حصلت له حاجه. بعد كده كيت بتقفل كل الشبابيك، ولما ميت سالها انها توقف قالت له انه يقدر يمشي. ميت ساعتها تقفل البيت وشان بيتفرج عليهم من جوه. وبالليل بعد ما كيت وشان اكلوا، كل حاجه الولد بيعملها بتضايق كيت. ميت ما كانش احسن منها، هو بيرسم بشكل هستيري في الاستوديو بتاعه. بعد كده كيت نامت لوحدها وشان راح اوضتها وقال لها انه بيحبها وسالها ينام في السرير. الولد قال انه عاوز يفضل معاهم للابد وسالهم اذا كانوا عايزين كده هم كمان. كيت قالت له انهم عايزين كده فعلا. وفي يوم من الايام بنشوف ميت بيرمي المسدس وبيتدرب على التصويب، وشان في الاستوديو بيلعب بكرة تلج لما الكرة وقعت واتكسرت. لما ميت دخل سأل الولد ايه اللي بيعمله هناك، فشان جري. كيت دخلت الاستوديو وشان سمعهم بيتخانقوا من ورا الباب. ميت قال له انه مش ممكن يدخل الاستوديو ابدا، فكيت ردت عليه انه لسه بيبي، لكن ميت شايفه بس كانه وهم. وفي نفس الليله شان دور في البيت ولقى الاسلاك الكهربائيه في البدروم. دخل الغرفه والانوار بدات تترج. ميت اللي صحي تاني يوم لقى الكره التلجيه سليمه جنبه. هو شاف انها مش نفس الكوره فجري على كيت يسألها عنها. هما الاتنين راحوا الغرفة ولقوا شان هناك بيعمل رجل تلج. الولد عمل غابة كاملة جوه الغرفة. كيت فكرت ان اللي عمله مدهش، لكن ميت ما كانش حاسس بنفس الإحساس. هو سحب الولد بره الغرفة ومنعه يدخلها تاني. ميت قفل الغرفة وكيت طمنت الولد لأنه ما يفهمش ليه ممنوع يدخلها. كيت وميت اتخانقوا على موضوع الولد يدخل الغرفة ولا لأ، وميت بيفكر في كل الحاجات اللي شان ممكن يتخيلها ويظهرها وهو جوه الغرفة. فجأة التليفون رن فشان رد عليه. كان جون دو على الخط ومتفاجئ انه بيسمع صوت ولد صغير. ميت اخذ التليفون بسرعة من شان وكيت قالت له ما يردش تاني. الولد سألها مين كان على التليفون وميت قال كل حاجة للراجل. كيت سمعت مكالمتهم من التليفون التاني. ميت سأله مين اللي طلب الولد. جون دو فكر ان ميت مش هيقدر يستحمل الحقيقة، لكن هو قالها له. قال له علشان الولد يقدر يخرج من البيت لازم امه تموت. لو كيت ماتت شان هيبقى ممكن يعيش ويحب ويكبر زي اي حد بره البيت. ميت فهم ان جون دو هو كمان وهم. الراجل قال له ان امه قتلت ابوه وبعدين اجبرته انه يقتلها علشان يقدر يعيش. السؤال دلوقتي هل ميت هيقدر يقتل كيت علشان شان يعيش
ولا هيقتل ابنه علشان مراته تعيش. كيت بدأت تعيط وميت فهم انها كانت بتسمعهم. هي اخدت العربية ومشيت، وشان قضى اليوم لوحده بيلعب وبيشوف كرتون. ميت بيتصل بكيت على موبايلها يترجاها ترد عليه او ترجع البيت بسرعة. ومع الوقت ميت بدأ يتفزع لأن كيت مش موجودة وسابت الولد لوحده. كيت في العربية بتفكر إنها تخلص من كل حاجة علشان حياة الولد. في نفس الوقت شان دخل الاستوديو، الاتنين أكلوا مع بعض، وبعد كده شان سأل ميت عن معنى كلمة وهم لأنه سمع بيقول الكلمة دي. ميت قال له ينسى الموضوع ده وياكل وهو ساكت. الولد قال لميت إنه مش أبوه الحقيقي وسأله فين أبوه الحقيقي. ميت قال له إنه مفيش أب حقيقي ولا أم حقيقية، هو حتى قال له إنه مش ولد حقيقي وقال له كل حاجة. قال له إيه اللي ممكن يحصل له لو خرج من البيت. شان ما كانش مصدقه، فميت مسكه ووداه للباب وقال له يشوف بنفسه. ميت قال له إنه مش شخص حقيقي لكنه مجرد فكرة، فالولد راح أوضته. بعد كده ميت فهم إنه عامل الولد وحش فراح علشان يعتذر له، وشان قبل اعتذاره وطلب منه يقرأ له حاجة. وكيت رجعت من البيت ولقيتهم نايمين جنب بعض. بعد كده ميت انضم لكيت في المطبخ وبدأوا يتكلموا عن اللي كيت سمعته، لكن هي ما كانتش عاوزة تتكلم في الموضوع. هم قربوا من بعض في المطبخ والولد كان بيتفرج عليهم. وتاني يوم الصبح الولد سرق مفاتيح البيت وخرج. ميت سمع صوت الباب وفاق يدور عليه. كيت كمان قامت ونزلت ولقوا انه ساب البيت في لحظة. هم دخلوا الصالة ولقوا قدامهم مراهق ولد كبير. شان كان معاه المسدس وبيصوب عليهم وعاوز يقتل ميت، لكن كيت هدته لحد ما ميت قدر يزقه. الاتنين اتخانقوا على المسدس وكيت اغمى عليها، وبعد كده صحت ولقت ميت بيبص عليها. هو قال لها ان شان اتصاب لما اتخانقوا على المسدس. كيت سالته تشوف الجثه، هو قال لها انه رماها بره. هي راحت بره تدور على الجثه وميت كان معاها وهي بتعيط. بعد كده بنشوف ميت اللي صحي في الصاله بيدور على كيت بره، وبعدين في كل البيت ولقى الانوار بتترج. ميت اللي بره دور على المفاتيح علشان يدخل، ولما ما لقاهاش بدأ يحفر في الحيطان. وفي نفس الوقت كيت وميت اللي جوه اكلوا غدا، وسالته هتعمل ايه في البيت. هي قالت له انها مش قادره تعيش في البيت، لكن ميت التاني قال لها انهم معهمش فلوس وما عندهمش شغل، لو فضلوا الغرفه هتوفر لهم كل حاجه. كيت شكت في سلوكه اللي بيشبه سلوك شان. ميت حاول يدخل الغرفه من خلال الاسلاك في الحيطه، اخيرا قدر يزق نفسه ودخل غابه الاسلاك. وفي نفس الوقت كيت وميت التاني قاعدين في الصاله. لما حاول يلمسها وقال لها انه شافهم بيعملوا كده، كيت زقته بعيد لما اكتشفت الحقيقه، وبعدين قال لها اهلا يا ماما. طبعا كيت اتفزعت وراحت للباب. ميت كان قريب من البيت وكيت حاولت تستخبى من اللي اكتشفت انه شان. هو هجم عليها وحاول يعتدي عليها، لكن ميت وصل البيت وكسر الباب ودخل. شان دور على ميت في البيت والعكس، ولما كيت خرجت من الاوضه اللي كانت فيها اتصدمت بواحد منهم. اول ما شافته فكرت انها لقت ميت الحقيقي، لكن التاني ظهر. الاتنين حاولوا يقنعوها انهم ميت الحقيقي. واحد منهم قال لها كلمة سرية اسمها جون بيج، يعني كله تمام، لكن التاني كررها ومسك ايديها. كيت زقته من فوق السلم وجريوا ناحية الباب. الغرفة بدأت تترج لما شان صحي على شكله الحقيقي. كيت وميت فهموا انهم لسه جوه الغرفة وحاولوا يخرجوا، وشان كان بيغير شكل الغرفة علشان يخربطهم. ميت جات له فكرة ازاي ممكن يخرجوا. شان لحقهم وجري ناحية ميت بسكينة، هو قتله وبعدين قال لها انها كويسة. فجأة كيت وميت الحقيقيين راحوا من خلال الابواب اللي بره. شان شافهم وفتح الباب. لما راحوا من خلال الغابة ولحد باب البيت، شان هجم على ميت تاني وهم وقعوا بره البيت. هو عاوز يرجع، لكن كيت قفلت الباب وقفلته في وشه. شان بدأ يكبر ويتدمر، وبيترجى كيت تدخله لحد ما بقى راجل عجوز ومشي. كيت راحت وراه وميت لحقهم لما شان انهار واتدمر تماما. شان اتحول لتراب وكيت بتعيط عليه. وبعد شهر ميت وكيت قاعدين في فندق. هو رجع الأوضة ومعاه قهوة، وهي جوه بتتفزع من اختبار حمل إيجابي، وفضلت مخلياه بره، والأنوار في الأوضة بدأت تترج. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.